يا الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد الأخوة الأعزاء يقول: شيخنا، ما حكم التدخين في شهر رمضان المبارك أثناء الصيام؟ أخي الحبيب، إطلابة التدخين هاي إحنا بكل سنة وبشهر رمضان المبارك تنثار هاي المسألة ويبدأ اللغط، منهم ما يعرف الحكم الشرعي وتفاصيل هاي المسألة، ومنهم غاية التسقيط. أخوتي أحبتي، باختصار كل من يرجع المرجع التقليد بهاي المسألة. التدخين عند السيد الشهيد الصدر أعلى الله مقامه من الجانب الفقهي يقول إن دخان السجائر غير مفطر ولا يضر بصحة الصوم، سواء كان هذا التدخين قليل أو كان كثير. وأما من يقول إن السيد الصدر يجوز التدخين فقط للمدمنين، أو أنه يجوز له جيجارة أو يجوز له جيجارتين أو نفس أو نفسين بالختلة أثناء الصيام، فهذا الشخص أما متوهم أو أنه كذاب، لأن المراجع عموما والسيد الشهيد خصوصا لا يجاملون بالأحكام الشرعية. ثبت عند السيد الشهيد الصدر وبالدليل القاطع أن دخان السجائر من الدخان اللطيف وغير مفطر، وهذا ليس رأي السيد الشهيد الصدر فقط، بل هذا رأي السيد أبو قاسم الخوئي رحمه الله، وهو أستاذ السيد السيستاني، وهو أستاذ الشيخ محمد إسحاق الفياض. يقول السيد الخوئي في درس من دروس البحث الخارج، وبالتحديد في كتاب المستند في شرح العروة الوثقى الجزء الثاني صفحة 159، اللي يحب يتأكد خلي راجع هاي المسألة. يقول السيد أبو قاسم الخوئي: لا دليل على أن دخان السجائر مفطر في شهر رمضان المبارك، ولا يلحق بالدخان الغليظ. زين، يعني دخان السجائر غير مفطر. أما على رأي السيد السيستاني يقول دخان السجائر مفطر أثناء الصيام، هذا من الجانب الفقهي. أما نصيحة السيد الشهيد الصدر أعلى الله مقامه من الجانب الأخلاقي والصحي، يوصي بترك السجائر سواء كان في شهر رمضان أو غير شهر رمضان. فإحنا من باب الأخلاق ومن باب الذوق العام ما يصير نلزم جيجارة ونمشي بالشارع أو صاعد لك بسيارة عامة وتدخن جيجاير. والله شنو على السيد محلل الجيجارة؟ يا أخي، احترم آراء الناس، احترم آراء مراجعهم، هذا من الجانب الأخلاقي. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا تنسوني أنا ووالدي من خالص دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.